لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ثاني المباريات برسم منافسات هذه البطولة بعد أن تفوق على اسكتلندا يوم السبت الماضي، سيلعب اليوم ضد منتخب ايرلندا في المواجهة الثانية التي سيخوضها المنتخب الوطني باحثا عن تحقيق الفوز وباحثا عن تحقيق الانتصار للمنتخب الوطني. كرة طويلة وصلت فرصة، حكم يعلن عن خطأ تنفيذ اليعقوبي البشير اليعقوبي. جول هدف أول للمنتخب الوطني. البشير اليعقوبي يمنح التقدم للمنتخب الوطني في الدقيقة. خطأ ايرلندا في انتظار التنفيذ والتسديد. هدف التعادل، ينجح منتخب ايرلندا في تسجيل هدف التعادل. روبرت رايان سجل هدف التعادل لمنتخب ايرلندا في الدقيقة الرابعة. ولا كانت فرصة محاولة لكن ضاع فرصة. الهدف الثاني جول للمنتخب الوطني. يوسف يسجل الهدف الثاني. العرضية، كرة خرجت لمنتخب ايرلندا، وصلت بين يدي حارس المرمى. تنفذ الركنية. تسديد، كانت فرصة خطيرة. كان بإمكان زويتني الفرص، التصويب، فرصة الهدف. جول الهدف الثاني والثالث نعم للمنتخب الوطني. مصطفى يسجل الهدف الثالث، صاحب القميص رقم 6. والمحاولة لمنتخب ايرلندا الذي يسجل الهدف الثاني. الكرة تفتك، فرصة للمنتخب الوطني. جول الهدف الرابع للمنتخب الوطني الذي يسجل هدف جديد. صلاح الدين زويتني بشكل ممتاز استغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأحسن حال. إخواني، المنتخب المغربي في كرة القدم السداسية فاز على منتخب إيرلندا ب4 أهداف مقابل 2. صراحة المباراة كانت قوية جدا، والمنتخب المغربي تعامل معها بذكاء، والحمد لله هو الآن يتصدر المجموعة ب6 نقاط في كأس العالم لكرة القدم السداسية. إخواني، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.